السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة بقى كنت عايزة اجيب طحينة، كانت اللي عندي خلصت. اتصدمت يا جماعة بجد والله العظيم من سعرها لما لقيت ان النص كيلو ب120 جنيه او ب130 جنيه. ليه كده؟ فانا قررت اعمل طحينة النهاردة في البيت، بقالي فترة طويلة ما عملتهاش في البيت. فتعالوا بقى نعمل الطحينة مع بعض. معايا هنا كوباية ونص من السمسم، سمسم ني مش متحمص. انت كده بتقولي للعطار عايزه سمسم ني. حطيت عليهم كوبايه من الدقيق. حطيتهم في طاسه زي ما انتوا شايفين، وهرفعهم على النار. انا يا دوب بس هسخنهم علشان اطلع الرطوبه من الدقيق ومن السمسم، انا مش هحمصهم. انا عايزه السمسم ني زي ما هو ابيض. فهقلبهم تقلبتين كده على النار. هنا بوريكم كوبايه ونص السمسم دول اقل من الربع كيلو بشويه كمان، يعني تقريبا الربع كيلو كوبايتين وربع حاجه كده. هنا بقى كنت حمصت الدقيق وحمصت السمسم والدقيق مع بعض، مش حمصتهم، يعني مجرد ان انا سخنتهم بس على النار كده علشان الرطوبة تطلع منهم زي ما قلت لكم. هاخدهم بقى في الخلاط وهضربهم بقى كويس جدا لحد ما تبقى عاملة زي العجينة كده ماسكة شوية. هقعد بقى اقلبهم كده وانا برجع اشغل الخلاط عليهم تاني والخلاط شغال عليهم. هقلب برضو فيهم كده بالراحة عشان انزل اللي بيطلع لفوق ده ارجع انزله لتحت تاني زي ما انتم شايفين كده. خلي بالنا بقى واحنا بنقلب كده من سكينة الخلاط. هضربهم كويس جدا، اطحنهم جدا كويس. إيه لو عندك المطحنة الصغيرة بتاعة الخلاط دي ممكن تطحني فيها، بس انا بتاعتي كنت بدور عليها ومش لاقيها بصراحة، مش عارفة راحت فين، فقلت اعملهم في الخلاط. الكمية اللي احنا عملناها دي اللي هي كوباية ونص سمسم عليهم كوباية من الدقيق، هحط عليهم كوباية من الزيت. طبعا ممكن تستعملي زيت التموين عادي، اهم حاجة ما يكونش ليه ريحة، لكن لو لقيتي ليه ريحة او لونه غامق بلاش منه. هنا كنت عملت نص الكمية على، يعني عملت الكمية دي على مرتين، كل مرة نصها. زي ما انتوا شايفين كده، هرجع احطها وهضربهم شوية كمان برضو على مرتين. على فكرة سهلة جدا وموفرة، يعني حتى لو هتعملي ربع كيلو السمسم، الربع كيلو تقريبا ب30 جنيه تقريبا كده. كوباية الدقيق عندنا طبعا الدقيق في البيت، لو مش عندنا هنجيب نص كيلو ربع كيلو دقيق كمان. الدقيق دلوقتي الكيلو ب23. وكوباية الزيت برضو عندنا في البيت، فاعتقد ان النص كيلو اللي احنا هنعمله، يعني أنا الكمية دي طلعت معايا 600 وحاجة جرام على الميزان، 680. هنا بقى كنت ضربتهم كويس قوي، هبدأ اضيف الزيت. ضفت نص الكوباية الاول على نص الخليط واضربهم كويس، وارجع بقى اضيف الخليط كله، باقي السمسم والدقيق. هبدأ انزله كده شوية بشوية، كل ما حبة يتخلطوا يختلطوا كويس ارجع انزل الحبة شوية اللي بعديهم. هضيف بقى الدقيق والسمسم شوية شوية لحد ما اخلصهم خالص. احنا كمان ممكن نضيف سوداني مع السمسم، يعني كوباية سمسم، كوباية ونص سمسم وكوباية دقيق ومعاهم كوباية سوداني، هيبقى طعمها حلو برضو. بس انا النهاردة ما كانش عندي سوداني، عملتها بسمسم بس. طبعا لازم زي ما قلت لكم ندفيهم شوية على النار او نسخن الدقيق مع السوداني. معلش يا جماعة، الدقيق مع السمسم نسخنهم شوية على النار، نقلبهم تقلبتين كده لحد ما نطلع الرطوبة اللي فيهم، يا دوب يدفوا بس. وبعد كده ننزل بيهم في الخلاط ونطحنهم كويس. شفتوا بقى الطحينة بتاعتي؟ بصوا شكلها بيضة وناعمة جدا وتقيلة، وغير الريحة كمان.
هنفضيها بقى في برطمان او في علبة، اهم حاجة تكون نضيفة وناشفة، وما نغطيهاش يا جماعة علشان نسيبها لحد ما تبرد عشان ما تفصلش، عشان لو غطيناها وهي سخنة هتفصل مننا، هتبقى الطحينة لتحت والزيت لفوق. جربوها بقى، جربوا تعملوها في البيت كده، هتعجبكم قوي عن الجاهزة، وان شاء الله يعني هتبقى موفرة كمان وانضف كمان من اللي بنشتريها من بره. بصوا هنا بقى اوريكم على الميزان كانت عاملة كام. ده من غير وزن العلبة، يعني الكمية اللي طلعت معايا صافي 690 جرام، يعني حوالي 700 جرام، يعني كيلو الا ربع طحينة. شايفين ريحتها حلوة جدا وطعمها كمان حلو. جربوها بقى وعرفوني ظبطت معاكم وعجبتكم ولا لا. اشوفكم بقى بفيديو جديد، ما تنسوش تعملوا لي لايك للقناة واشتراك في اشتراك للقناة ولايك للفيديو. مع السلامة.